مستعد تشوف كل تفاصيل ومحتويات البيس 5 برو التيرتس اديشن؟ فخليني اقول لك ان ده مش مجرد انبوكسنج، ده استعراض كامل لنسخه نادره مش هتلاقيها تاني. هنشوف مع بعض كل تفصيله من التغليف الفخم لحد الجهاز نفسه. هنعرف ليه الجهاز ده مش مجرد جهاز عادي، دي تحفه فنيه. فتابع الفيديو ده للاخر عشان تشوف كل المفاجآت اللي جواه. ازيكم يا شباب، معاكم ضياء، والنهارده معانا حاجه مميزه جدا وكولكتورز دريم لاي جيم. النسخه اللي الكل مستنيها اخيرا وصلت، بلاي ستيشن 5 برو 30 اديشن او اصدار الذكرى ال 30. وللي ما يعرفش فنسخه ال 30 اديشن موجود منها 12300 نسخه في العالم كله، فبالنسبه لي هي عباره عن كنز او قطعه اثريه. فيلا بينا نستكشف محتويات الجهاز مع بعض، وبصراحه انا متحمس اشوف الرقم المميز من ال 12300 رقم. فيلا بينا نكتشف مع بعض ليه النسخه دي مختلفه تماما وتعتبر من اندر النسخ على الاطلاق. طيب يا شباب، اول حاجه هنلاحظها هنا ان الصندوق ضخم جدا ومختلف تماما عن اي جهاز تم اصداره من بلاي ستيشن، فمتغلف بعناية، وكمان لزقة التغليف منقوش عليها شعارات بلاي ستيشن مع شعار ال 30. وبصراحة ما توقعتش ان يكون الحجم والوزن ده. زي ما انتم شايفين التغليف فخم جدا، بيديلك احساس انه حاجة مميزة جدا. فيلا بينا مع بعض نفتح البوكس الضخم ده ونستكشف محتوياته ونشوف ايه اللي مخلي وزنه تقيل للدرجة دي. ونيجي لأول حاجة هنلاحظها هنا إن الصندوق جاي بالكامل من اللون الأبيض، وعليه من فوق من ناحية الشمال شعار التيرتيث إديشن باللون الرمادي، ومن تحت على الشمال بيس 5 برو أنيفرساري إديشن، والجهة اليمين شعار سوني. ويلا بينا نفك اللزق اللي على الصندوق التالت. هنلاحظ هنا شكل بلاي ستيشن 1 من فوق محفور على البوكس، ومن الجنب اللي بعده شكل بلاي ستيشن 2، ومن الجنب اللي بعد كده هتلاقي شكل بلاي ستيشن 3، والجنب اللي بعد كده هتلاقي بلاي ستيشن 4 بتصميمه الكلاسيكي، وفي وش الصندوق هتلاقي النجم اللي مستني جوه البيس 5 برو. واضح ان التغليف فخم جدا ومعمول بعناية عشان يضمنوا ان الجهاز يوصل في حالة ممتازة، لان ده جهاز نادر جدا ومثل حاجة كبيرة لاي جيم. واول حاجة هتلاقيها ان الجهاز طبعا من غير ديسك درايف او مشغل اسطوانات، لكن بيجي بسعة 2 تيرا زي ما موضح على الصندوق الابيض جوه. واول ما نفتح العلبة هنلاحظ ان موجود ايقونات صغيرة من جوه بتمثل جميع منتجات بلاي ستيشن على مدار ال 30 سنة اللي فاتت. ويلا بينا نرفع البوكس الابيض. أول حاجة هنلاحظها إن في صندوق تاني لونه رمادي ومتين جدا، وعليه شعار كبير من فوق للتيرتيث أنيفرساري، ومن الجوانب أيقونات صغيرة على شكل مثلث ورقم 3 ودايرة وإكس ومربع. ده الشعار المميز لإصدار التيرتيث إديشن، واللي هتلاقيه موجود على كل المكونات حتى الصناديق، وجميع المحتويات منقوش عليها الأيقونات دي. فهنشوف من فوق شعار بلاي ستيشن الأصلي، ومن تحت بلاي ستيشن تيرتيث إديشن، ومن الجنب التاني هنلاقي شعار بلاي ستيشن 30 اديشن اللي عبارة عن مثلث 3 دايرة اكس مربع. وبالمناسبة الشعار ده هيكون منتشر على كل حاجة موجودة في محتويات البوكس. وبصراحة الجهاز شكله رهيب جدا في الحقيقة، وما توقعتش انه يكون بالجمال ده. زي ما هو واضح متغلف بلزق شفاف من كل الجوانب عشان يوصل بدون اي خدوش. وبالمناسبة الرقم المميز للجهاز ده هو 1687 من 12300. كل ما يكون الرقم ده أقل كل ما يكون أفضل. زي ما شفنا مع بعض فالجهاز مميز من جميع الجوانب، فكل جنب عليه علامة مميزة. وده شكل الجهاز وهو مغلف بالكامل باللزق الشفاف. فيلا بينا نشيل اللزق.
زي ما احنا شايفين بيجي وراه صندوق تاني واللي هنكتشف محتوياته مع بعض دلوقتي. وبالمناسبة ده الصندوق رقم 5. وأول حاجة هنلاحظها على البوكس ده صور بلاي ستيشن بالترتيب من بداية بلاي ستيشن 1، بعدين بلاي ستيشن 2، بعدين بلاي ستيشن 3، بعدين بلاي ستيشن 4، وبعدين بلاي ستيشن 5. وده بيبين مراحل تطور بلاي ستيشن على مدار ال 30 سنة اللي فاتت. ويلا بينا مع بعض نستكشف صندوق الهدايا. وأول ما نفتح البوكس هنلاحظ غلاف شفاف عليه شعارات إصدار الذكرى ال30، ومن النص عليه شعار 30th Anniversary Edition. وداخل الغلاف هنلاقي بوستر بحجم كبير، من قدام عليه صورة مميزة لبلاي ستيشن 5 برو، على فكرة بتيجي مختلفة مع كل جهاز. ومن الخلف هنلاحظ شعار بلاي ستيشن بحجم كبير مكون من أيقونات منتجات بلاي ستيشن بشكل صغير، والخلفية دي بتكون في كل البوسترات، وهيكون شكله مرعب في الغرفة لو ركبت لها فريم، هتكون بجد تحفة فنية. وأول حاجة من الإكسسوارات هنا هنلاقيها التشارجينج ستيشن، وبصراحة شكله ولونه تحفة، خاصة أيقونة بلاي ستيشن الأصلية شكلها جميل جدا مع الرمادي الغامق، شكلهم تحفة بجد. وده الفرق بينه وبين التشارجينج ستيشن العادي، فالفرق واضح طبعا. ونيجي لتاني حاجة هنا وهو الكنترولر إصدار 30th Anniversary Edition، وبصراحة شكله جميل جدا في الحقيقة، خصوصا الزراير بالألوان الأصلية شكلها روعة بصراحة. شعار بلاي ستيشن مع الرماد الغامق مديله شكل جميل جدا، ومن الخلف مكتوب عليه بلاي ستيشن 30th Anniversary. وده الفرق بينه وبين كنترولر أستروبوت، ده كان إصدار محدود كمان، بس ال 30th Edition بالنسبة لي يكسب طبعا. وبعد كده هنلاقي الدول سينس ايدج، وده الكنترولر الاحترافي من بلاي ستيشن، بيجي مع هارد كيس باللون الرمادي وعليها الشعار الأصلي لبلاي ستيشن. ومن الجهة الخلفية هنلاقي شعار الذكرى ال30 اللي هتخليك تحس بالفخامة. وده الفرق بين الهارد كيس العادية وإصدار ال 30th Anniversary Edition. وأول ما نفتح الهارد كيس هنلاحظ المحتويات كلها جاية باللون الرمادي، وزي ما شايفين الكنترولر شكله أسطوري، خصوصا التاتش باد بالتفاصيل ونقوشات ال 30th Anniversary Edition اللي عليه، وأيقونة بلاي ستيشن ملونة شكلها رهيب ومدياله شكل جميل جدا. والكنترولر ده بيجي مزود بزراير إضافية ممكن تخصصها على حسب طريقة لعبك، وتقدر تغير مستوى ال L2 وال R2 لو بتلعب ألعاب شوتينج، هيكون مفيد جدا. وكالعادة من الخلف مكتوب عليه بلاي ستيشن 30th Anniversary، وده الفرق بينه وبين الدول سينس ايدج الإصدار العادي، وطبعا بدون شك 30th Anniversary يكسب. بعد كده هنفتح بوكس الكابلات، وهنلاقي مجموعة كابلات عبارة عن وصلة الباور ووصلة تايب سي باللون الرمادي للكنترولر وعليها شعار 30th Anniversary Edition، وبعدين الباور ادابتور بتاع التشارجينج ستيشن، كابل ال HDMI 2.1 عشان تقدر تشغل ألعاب بدقة 4K HDR ب 60 أو 120 فريم. وهنلاقي الكريستالات الصغيرة دي اللي بتستخدمها كستاند لو هتثبت الجهاز بشكل أفقي، وجاي منها مقاسين، الطويل لو مركب مشغل اسطوانات، والتانية أقصر شوية ودي بتستخدمها لو ما عندكش مشغل اسطوانات. وده الفرق بينهم. أخيرا كابل الباور للبي اس 5 برو. ونيجي للبوكس اللي بعد كده، ومحتوياته عبارة عن دليل المستخدم لكل منتج موجود في الباكج ده. وأول حاجة كتيب الحامل الرئيسي، وهنشوفه كمان شوية وهنركبه مع بعض، ودليل التشغيل السريع لبلاي ستيشن 5 برو، طبعا كالعادة محدش بيفتحهم ولا بيقراهم. ونيجي بقى لآخر بوكس معانا، وهو بوكس الحاجات الحصرية اللي بتعبر عن فخامة الجهاز وبتديله قيمته. فيلا بينا نشوف مع بعض. وأول حاجة هنلاقي القطعة اللي بتركب على كيبل التايب سي عشان تديلك شكل وصلة كنترولر بلاي ستيشن 1. بصراحة شكلها تحفة وبتركب بالطريقة دي. بعد كده هنلاقي مشبك مستندات على شكل شعار بلاي ستيشن، وشكله بصراحة جميل جدا. بعدين هنلاقي هنا ملصق لشعار بلاي ستيشن الأصلي بالألوان المميزة، الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر، واللي بتعبر عن تاريخ الجهاز وبتديله قيمته، وشكلها تحفة بصراحة، الكواليتي بتاعتها ممتازة. بعد كده هنلاقي 4 أحزمة من السيليكون على شكل شعارات بلاي ستيشن، مثلث
دايرة اكس مربع عشان تربط بيها الكابلات، وكل واحدة ليها لون مختلف زي ما انت شايف. وده دليل بيشرح ازاي تركب القطعة اللي على شكل وصلة كنترولر بلاي ستيشن 1، وبتبين وظيفة كل قطعة هنا في البوكس. بعد كده هنلاقي غطا مشغل الاسطوانات عشان لو حابب تركب مشغل اسطوانات، وبالمناسبة هوريلك ازاي تركبه دلوقتي. وهنلاحظ رقم 30 عليه من جوه، ومن تحت شعار بلاي ستيشن 30 اديشن اللي بيركز عليه لو هتحطه بشكل افقي. وبعدين هنلاقي الستاند الرئيسي، وبصراحة شكله مرعب باللون الرمادي المطفي. وده مسمار التثبيت بتاعه كمان باللون الرمادي، وده الفرق بينه وبين الستاند الرأس العادي اللي بيجي باللون الكروم اللامع واللون الأسود. وده مشغل الاسطوانات، ويلا بينا نركبه بسرعة. وده الفرق بين الشعارات، هتلاقي رقم 30 واضح والشعارات شكلها أكبر شوية. أول حاجة هنفك الغطاء من الناحية اللي معلهاش شعار بلاي ستيشن. هنلاحظ هنا رقم 30 من جوه. ونركب مشغل الاسطوانات. وبعدين نركب الغطاء، وده شكل الجهاز بعد ما ركبنا مشغل الاسطوانات. بعد كده هنركب الستاند الرأسي. فأول حاجة هنفك القطعة البلاستيك الصغيرة دي، ونركب الستاند بالشكل ده ونربط المسمار كويس، ونركب القطعة البلاستيكية الصغيرة دي في المكان ده عشان ما تضيعش. وده شكل الجهاز بعد ما ركبنا الستاند ومشغل الاسطوانات. وده كان فيديو توضيحي عن محتويات PS5 برو 30th Anniversary الحصرية والمميزة. وزي ما شفنا مع بعض، النسخة دي تعتبر من أندر النسخ في العالم، وفي منها 12300 نسخة بس، فكل نسخة منهم زي قطعة أثرية نادرة. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. لو عندك أي سؤال أو أي استفسارات اكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليك بنفسي في أسرع وقت. وأشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.